ايه النصيحة اللي ممكن تكون سمعتها كتير وشايف انها مش مفيدة وممكن تكون بتعطل الممثل؟ النصيحة هي في ناس بتقول في الأول، واتقالت لي بعد طايع كتير، لما يجي لك فرصة الأولانية وتبان اوعى تختفي. وغلط جدا في رأيي. واعمل بقى، خش حاجة اوف سيزون واعمل كده وما تستناش لكده. كونسبت كده هو بينزل تحت كونسبت الانتشار، اللي هو حاجة مش مفهومة في رأيي. وما عملتوش. دي نصيحة أنا بشوفها غلط. بعد ما تعمل حاجة واثنين وثلاثة وأربعة، هل أنت عندك مخزون يطلع حاجة خمسة وستة وسبعة وعشرة، ولا أنت لازم تبتدي تتعلم حاجات تانية؟ وأغلب الناس بتقول لأ، لازم تفضل تتعلم. بره مصر الناس طول الوقت بتفضل تتعلم. الناس أصلا كلها بتبقى داخلة، يعني بيروحوا يشتغلوا، وبعدين بيخشوا جامعة سنتين، وبعدين ياخدوا ورك شوبس، وبعدين يعملوا مايزنر في سنتين، وعندهم ده الاوبشنز دي. الممثلين اللي بيشتغلوا بيفضلوا يروحوا ورك شوبس، دي حاجة عادية مش حاجة مختلفة. لو رجعنا ل 2016، ايه النصيحة اللي كنت تتمنى انه حد يقولها لك قبل ما تخش المجال ده؟ مفيش حاجة معينة، وانا مستغرب ان انا بقول كده. أم، بس هي نفس النصيحة اللي انا ممكن ابقى عايز حد يقولها لي النهاردة. ما تشككش في نفسك، خليك مصدق في نفسك، عشان ده بيوفر جزء كبير قوي من الطاقة الضايعة. خليك مصدق في نفسك.